السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد إن شاء الله يا ربي نلقاكم كامل بخير وبصحتكم. كما راكم تشوفوا رايحين إن شاء الله نديرو وصفة تاع اللحم الحلو، وصفة تقليدية جزائرية رايحة نديرها معكم إن شاء الله على الطريقة الأصلية، وصفة تاع زمان إن شاء الله يا ربي تعجبكم. تجيب اون صوص عاقدة هايلة بنينة. نشارك معكم جميع التفاصيل باش تنجحوا فيها. رايحين نديروها إن شاء الله بطريقة بسيطة وسهلة، وب يعني كميات قليلة وبمقادير اقتصادية رايحة تفرحي بها العائلة نتاعك. طبق الحلو هذا عزيز علينا في الطاولة الجزائرية واللي يزيننا القعدة نتاعنا. بسم الله على بركة الله، نبداو في الوصفة تاعنا. عندي كما راكم تشوفوا كلكو مورسو تاع اللحم، يعني غير شوية قطع تاع اللحم، تستعملي بقري ولا غنمي كما تبغي. عندي عود تاع قرفة غسلته شللته مليح، عندي شوية زبيب، شوية تاع مشماش مجفف، شوية تاع برقوق، كاس سكر، شوية ما زهر، الماء بيان سور. نحكم الطنجرة تاعي، نقولوا بسم الله، نديرو فيها القطعة تاعنا تاع اللحم مع عود تاع القرفة. هذا العود تاع القرفة راح يعطيها نكهة رائعة، مع مغرفة تاع زبدة ولا لا مارغرين، ونضيف لها كذلك مغرفة تاع السمن. رايحة ندير الطنجرة تاعي تتقلى مليح على نار هادئة، يعني نخلي هذوك لي مورسو تاع اللحم يتقلاو من جميع الجوانب وياخذوا ديك النكهة تاع الزبدة والسمن والقرفة. هنا ناخذ ذوك الفواكه الجافة. واش رايحة ندير فيهم؟ المجففة هذيك رايحة ندير في كل بول منهم كاس تاع الماء. وعندي هنا كمية من اللوز المقشر ناشف بيان سور، درت له شوية تاع زيت، رايحة نديروه على نار هادئة ونبقى نحرك فيه باش يتقلى وياخذ اللون الذهبي. نعاود نرجع للطنجرة تاعي، نقلي اشاك فوا اللحم ونرد له الغطاء تاعو باش يطلق جو تاعو. شوفوا لحد الان ما زدت ولا قطره تاع ما، يعني راه يتقلى فقط في ديك الزبده والسمن. هنا بعد ما تقلى لي مليح وخذا ذوك النكهات، نجي نضيف عليه الماء. درت 2 كيسان ماء سخون ونضيف الكاس الثالث من الماء الساخن. نعاود نغطي الطنجره تاعي ونخلي اللحم تاعي يطيب مليح. هنا كما راكم تشوفوا اللوز هذاك راني نقلي فيه حتى ياخذ اللون الوردي ولا الذهبي كما بغيتيه. صدقوني بهذه الطريقه يجيكم بنين بزاف. هنا لاستيس واش هي؟ ما ديريش الزيت السخونه، يعني ما ديريش اللوز في الزيت سخونه. كما شفتوني درت اللوز في الكاسرونه، من بعد فرغت عليه زيت بارده، يعني لازم تستعملي زيت الباردة باش تحطيه على النار. لو كان ديريه مباشرة، يعني تسخني الزيت اولا وديري ذاك اللوز، راح يتحرق لك. دونك الحاجة اللي ما ديريهاش، اللي ما لازمش ديريها، ما ديريش اللوز تاعك في زيت سخونة، فرغي عليه زيت باردة ومن بعد حطيهم للزوج على النار وبدا يتقلي بالعقل كما شفتي حتى تحصلي على اللون اللي بغيتيه، وتنحيه وديريه في بابي ابسوربون كما درت انا. هنا بعد ما طاب لي اللحم مليح، هنا البنات طاب لي تري بيان زبده، شوفوا راهي كما قالك يتربز غير وحده. نعاود نحي دوك لي مورسو تاع اللحم، وهنا نجي ندير كاس تاع سكر حبيبات ونضيف عليه 2 كيسان تاع الماء. كما شفتوا كانت هذيك المريقه خلاص، يعني قريب تخلص كامل بعد ما طاب اللحم. دونك ضفت كاس تاع سكر حبيبات و2 كيسان تاع الماء. هنا نعاود نرجع نهضر لكم على ذوك الفواكه المجففه. كما شفتوا كنت درت لهم كاس تاع الماء باش يولوا طريين مليح. هنا عندك 2 اختيارات. عندك الاختيار الاول انك تفوريهم في كاس، تشلليهم بيان سور، تفوريهم في كاس حتى يدخلهم الطياب. هذه الطريقة الأولى ناجحة. عندك سينو طريقة ثانية اللي هي الأسهل وكذلك ناجحة
100%، ويقعدوا الفواكه كما راكم تشوفوا حاكمين الشكل تاعهم وما رايحينش يتربزوا كامل، ما رايحينش يتفتحوا لك ويتحلوا في المرقة. هي اللي درتها انا كاس تاع ماء في كل بول تاع فاكهة، نخليهم يتشمخوا مليح ويعني يولوا طريين من 10 إلى 20 دقيقة لا أكثر. خليت المرقة تاعي عقدت مليح، هذيك العسيلة يعني ولات أكثر كثافة. ضفت لهنا الفواكه تاعي، بديت في الأول بالزبيب والمشماش، خليتهم 5 دقائق، بعدهم ضفت البرقوق. البرقوق ما يلزمش يطول في الطنجرة، هنا نخلوه غير 1 2 دقائق فقط. يعني كمرحلة أخيرة نضيفو نص كاس تاع مزهر، اللي شفتوه دروك هو نص كاس تاع مزهر. اللي ما يحبش المزهر بزاف ديري غير 2 مغارف كمرحله اخيره. وندير دوك لي مورسو تاع اللحم، نعاود نردهم الطنجره تاعي باش يدو الذوق تاع ذيك العسيله وتاع ذوك الفواكه. شوفوا هنا طفيت، يعني كما قلت لكم نحسب فقط 5 دقائق فقط ملي حطيت الزبيب. يعني نخلي الفاكهه في كاخر مرحله، لانهم خلاص ولاو طريين بذاك الماء، ما يحتاجوش يطيبوا. كما قلت لكم خليت الزبيب والمشماش 5 دقائق، ضفت عليهم البرقوق كمرحلة أخيرة 1 دقيقة فقط، ودرت المزهر، وضفت كذلك لي مورسو تاع اللحم، وطفيت مباشرة الطنجرة تاعي. كما شفتوا ذوك الفواكه بقاو هكذاك، الله الله عليهم، ما فسدوا لنا في المرقة، ما تحلوا، قاعدوا محافظين على الشكل تاعهم، جو روعة. واحد الريحة واش نقولكم، واحد الروائح راهي تطلع ما شاء الله، فريمون مع واحد الذوق رائع. زينت كما راكم تشوفوا بشويه تاع لوز اللي كنا حمصناه مع بعض، قليناه في ديك الزيت حتى خذ اللون هذا الشباب، وشويه حبيبات تاع جوز انصاف حبات. درنا المرقه هذيك ومع ذوك الفواكه وشويه تاع لي مخصو تاع اللحم، واش نقولكم، واحد الطبق ما شاء الله بنه تاع زمان، روعه روعه روعه. انا هالطريقه هذه تاعي ما نبدلهاش، يعني عندي اعوام وانا نستعملها. طريقه امي العزيزه الله يرحمها، طريقه ما شاء الله بنه تاع زمان، الطريقه الاصليه. بالنسبه للناس اللي ما تحبش اللحم تقدري تستغني عليه، لكن الطريقة الأصلية هي باللحم، هو أصلا يسموه اللحم الحلو، يعني اللحم يكون حلو. هنا الطريقة اللي عطيتها لكم رايحين تحافظوا على الطراوة تاع اللحم، يقعد لكم طري، ما يحش كامل يجيكم ناشف ولا يابس، وكونتخ يجي روعة يذوب في الفم. كانت هذه هي وصفتنا لنهار اليوم. سلام.